الهجرة الثانية للحبشة. عادت قريش مرة أخرى بالتنكيل والاضطهاد لمن آمن وخاصة الفقراء، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة الثانية إلى الحبشة. خرج 82 رجلا و18 امرأة، وكان أميرهم جعفر ابن أبي طالب. كانت الهجرة الثانية إلى الحبشة أشق من سابقتها، ولقي المسلمون من قريش تعنيفا شديدا ونالوهم بالأذى. في طريق الهجرة الثانية إلى الحبشة لدغت خالد بن حزام حية فمات في الطريق. المقاطعة الجائرة. لما رأت قريش أن أمر الإسلام في انتشار كبير، اجتمعت على قرار جائر وظالم، وهو كتابة صحيفة بمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب. معنى المقاطعة: لا يشتري منهم أحد، ولا يبيع لهم أحد، ولا يجالسون ولا يخالطون، ولا يتزوج منهم ولا يزوجهم أحد. وعلقوا هذه الصحيفة الجائرة في جوف الكعبة. تجمع بنو عبد المطلب وبنو هاشم في شعب، فسمي بشعب أبي طالب. ظلت هذه المقاطعة 3 سنوات. اشتد الأمر على من كان في شعب أبي طالب بسبب الجوع والعطش، حتى ما كانوا يجدون ما يأكلون. صفحات من التاريخ.